بتعمل ايه؟ بشرب شاي. تعرف انت ان الشاي ده مضر؟ ده انا حتى واحد صاحبي مأكد لي المعلومه دي. لا في دراسات بتقول عكس الكلام ده خالص، وان هو مفيد ومفيهوش اي اضرار. يعني انت بتكدبني كده يا اسطى صح؟ يعني انا هكدب الدراسات وهصدق صاحبك؟ يا اسطى اخويا بقول لك، يعني اكيد مش هيكدب عليا في حاجه يعني. لا طالما اخوك عادي خلاص ماشي، انا مصدقك. انت عايز ايه بقى دلوقتي؟ اعمل لي كوبايه شاي معاك. مبدئيا كده الفيديو ده متقسم شويه اجزاء عشان لو انت داخل الفيديو مستعجل، وانا انصحك ان انت تسمع الفيديو كامل يعني، بس لو انت مستعجل فاسمع الاجزاء دي. اولا ايه هو الشاي وتاريخه ايه وبيجي منين وايه هي انواعه، وبتبدا من الدقيقه دي. تاني نقطه ايه هي فوائد واضرار الشاي، بتبدا من الدقيقه دي. تالت نقطه ازاي تخلي الشاي مضر، ودي انا سايبها لك مفاجاه، وبتبدا من الدقيقه دي. الجزئيه الرابعه والاخيره وهل الشاي ليه علاقه بالدايت، ودي هتبدا من الدقيقه دي. ويلا بينا. مبدئيا كده الشاي زيه زي اي عشب موجود في الطبيعه، بيجي من نبته اسمها الكاميليا، اكيد سمعت عنها قبل كده. اما مكانه الاصلي فهو بيكون موجود في الغالب في شرق اسيا زي الصين. الشاي هو المشروب الاكثر استهلاكا على وجه الارض بعد الميه. عارف ان انت اول مره تسمع المعلومه دي. وجود الشاي في عالمنا اللي احنا نعرفه ده كان نابع عن صدفه. ما تيجي احكي لك القصه ايه. الشاي كان بيتزرع في الصين زيه زي اي عشب موجود، بيستعملوه في التداوي وكده، يعني بيعالجوا بيه. المهم كان في ملك من الملوك واسمه شينوب، كان بيحب يشرب الميه دايما مغليه، وما تسالنيش انا ليه عشان انا ما اعرفش. فشويه من العشب او الشاي طاروا ووقعوا في الميه المغليه بتاعته دي، فهو بص على الموقف اللي حصل، لقى الميه لونها اتغير، فشرب وعجبه الموضوع ده جدا، وتوته خلصت الحدوته. وهنا نعرف ان اسم الشاي كان صيني واسمه تشاي. والتشاي ده اسم الشجره اللي بيجي منها ورق الشاي. الماده التنشيطيه يا صاحبي او التاثير المنشط في الشاي هي ماده الكافيين. ايوه هي نفس الماده اللي موجوده في القهوه، ولكن طبعا بتختلف النسب. من انواع الشاي بقى واول نوع معانا وهو الشاي الابيض، وده بيكون نوع قليل شويه وهو احسنهم لان هو اقل واحد في المعالجه. اختصارا كده التدخل الكيميائي فيه قليل. اما تاني نوع وهو الشاي الاصفر، وده بيكون موجود او بينتج منه كميات قليله. والشاي الاخضر ده كلنا عارفينه وهو بيجي من نسل شجره الكاميليا، ولكن هو بيجي من اوراق الشجر الغير مؤكسده. اما بقى النوع الرابع وهو الشاي الاسود او الشاي الاحمر، وده الشاي بتاعنا. جميل قوي، عرفنا انواع الشاي. طب هل للشاي بقى فوائد واضرار؟ ما طبيعي يعني ليه فوائد واضرار، ما اي حاجه ليها فايده وليها اضرار. تعالى الاول يا صاحبي نبدا بالفوائد. في دراسه اتعملت في العديد من البلاد زي السويد واليابان وبريطانيا بتقول لك ان الشاي ليه فوائد تاثيريه على مناعه جسم الانسان، قوي المناعه، بل وانه كمان بيساعد على خفض نسبه الاصابه بمرض السرطان بنسبه 46%. الابحاث اللي بتقول كده مش انا. احتواء الشاي على ماده اسمها البوليفنول، والماده دي من المواد اللي هي مضادات الاكسده. باختصارا كده يعني ايه مضادات اكسده؟ ان هي بتحافظ على جسم الانسان وبتحسن صحته العامه. والمواد دي طبعا بتكون متركزه في الشاي الاخضر والابيض، ولكن هي موجوده في كل الشاي، ولكن ده التركيز بتاعها. ده غير ان هو بيحسن صحه القلب وبيحسن الجهاز الهضمي لان هو بيحتوي على مواد مضاده للبكتيريا. وفي كمان دراسات اثبتت ان الشاي بيقلل من ضغط الدم، وبيقلل كمان من نسبه الاصابه بالسكته الدماغيه، وبيقلل من نشاط السكر في الدم لانه بيزود او بينشط هرمون الانسولين. ده غير بقى ان هو بيحسن الحاله المزاجيه وبيقلل من خطر الاصابه بمرض الزهايمر. وليه فوائد كتير جدا لو قعدنا نعدها للصبح مش هنخلص. والله كوبايه الشاي دي مظلومه معانا. تيجي بقى اقول لك على اضراره. يا عم انت خليت فيها اضرار خلاص. بيقول لك الشاي بيأثر على الهيموجلوبين في الجسم لانه بيقلل نسبه الحديد، بالتالي بيسبب الانيميا. بص هي دي مش اشاعه، ولكن عايز افهمك ان المعلومه دي اتفهمت غلط. دراسات اثبتت ان الشاي ملوش اي علاقه تماما بالحديد اللي موجود جوه الجسم، ولا بيكسره ولا بيعمل اي حاجه ولا بيجي جنبه خالص. ملوش اي علاقه. ازاي؟ امال ايه الكلام ده؟ بص هوضح لك الفكره كده ببساطه وحاول ان انت تفهم معايا. لما دوروا جوه المواد الكيميائيه او المواد المكونه للشاي وجدوا ماده اسمها الفلافونويد، والماده دي بيكون نابع منها اغلب الفوائد بتاعه الشاي، ولكن اكتشفوا اكتشاف صغير كده ان الماده دي بتاثر على امتصاص الحديد جوه الجسم. وهنا بقى التركايه، هي بتعيق امتصاص الحديد اللي موجود جوه الطعام في الامعاء، ولكن ملهاش اي تاثير تماما على الحديد اللي موجود جوه الجسم اللي الجسم اوريدي امتصه. تاثيرها بيكون مقتصر فقط على الاكل اللي داخل جوه الجسم. عشان كده ما ينصحش بشرب الشاي قبل او بعد الاكل باقل من ساعه. وفي النقطه دي انا حابب اقول لك معلومه كده على السريع. عصر الليمون على الاكل بيساعد الجسم ان هو يمتص كميات كبيره من الحديد، او بيزود نسبه امتصاص الجسم
للحديد. ومن الاضرار برضو تعرض الجسم لمضاعفات مادة الكافيين، لان الشاي زي ما قلت لك بيحتوي على مادة الكافيين، فممكن يخلي الشخص اكثر انفعالا او يزود من معدل ضربات القلب او الحاجات اللي الكافيين بيعملها، ولكن في الغالب ده ما بيحصلش غير لما تكون النسب عليها. ومن اضراره برضو ان هو ممكن مع الزمن يغير لون السنان للون الاصفر، ولكن يعني انت لو مهتم ده مش هيحصل ان شاء الله. لو جينا نبص على فوائد واضرار الشاي فهنلاقي فوائده اكتر من اضراره اضعاف اضعاف اضعاف، يعني الاضرار بتاعته لا تذكر تماما بالنسبه للفوائد. نقدر من هنا نقول ان الشاي صحي. ففي نقطه هنا بقى انا حابب اوضحها لك، وهي ازاي ان انت تخلي الشاي بتاعك مضر. الفوائد والاضرار اللي احنا اتكلمنا عليها دي بتخص الشاي صرف، يعني الشاي منفردا بذاته مفيش اي حاجه جنبه. لكن الشاي ممكن يزود ضغط الدم ويعمل اضطرابات في مستوى السكر في الدم. السكر اللي بيخش في اي حاجه بيبوظها، مش عارف ازاي، ما انتش عارف السكر بيحلي ولا بيبوظ. الشاي نفسه ماده ما فيهاش اي سعرات حراريه تماما او محدوده شبه معدومه، ولكن السكر لما بيخش على الخط ده ممكن يسبب لك السمنه، لان السكر طبعا زي ما احنا عارفين السعرات الحراريه فوق فوق فوق. عايز تقول لي كده ان الشاي ملوش اي علاقه بالدايت؟ هي دي نقطتنا الجايه، هي ايه علاقه الشاي بالدايت؟ لو جينا نبص على القيمه الغذائيه بتاعت الشاي هنلاقيه بيدي سعر حراري واحد لكل 100 جرام من الشاي. كوبايه الشاي اللي انت بتشربها بتتراوح حوالي 200 ل 250 جرام شاي، يعني حوالي 2 سعر حراري 3 سعر حراري بالكتير قوي، ده لو الشاي لوحده من غير اي سكر. ده غير ان فيه كميه كافيين كويسه وفيه معادن كتير زي المغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم اللي الجسم ما بيقدرش يستغنى عنهم. يعني الشاي تاثيره على الدايت يعني شبه معدوم، الا اذا كنت انت طبعا في مستوى البطولات او الدايت بتاعك محسوب بالسعر الحراري الواحد. طيب ايه بقى علاقه الشاي الاخضر بموضوع الدايت ده بالذات؟ في دراسات اثبتت ان الشاي الاخضر بيساعد شويه في ان هو يحسن من عمليه حرق الدهون، ولكن لو جينا نبص هنلاقي ان الاتنين في الاول وفي الاخر زي بعض، اسمهم شاي. فاشرب شاي وانت مطمن. لو وصلت لحد هنا فعاش جدا، ولو عايز تشوف فيديوهات كتيره من نفس النوع ده ما تنساش تنورنا هنا في القناه وتعمل سبسكرايب. انا محمود خالد صباح الفل.